قطع أوتار الكتف الدوارة من المشاكل المنتشرة اللي بتأثر على حركة الدراع وبتسبب ألم كبير للمصاب. الحالة دي ممكن تحصل نتيجة إصابة مباشرة أو بشكل تدريجي أو بسبب الإجهاد المتكرر والتحميل الزائد على مفصل الكتف. في الفيديو ده هنتكلم عن كل حاجة تخص قطع الأوتار، زي الأعراض والأسباب وطرق التشخيص لحد العلاجات المتاحة وأفضل طرق التأهيل بعد الجراحة. قبل ما نتكلم عن قطع الأوتار خلينا نعرف الأول إيه هي الأوتار والفرق بينها وبين الأربطة. الوتر هو اللي بيربط أي عضلة بالعظمة، أما الرباط فده بيربط بين عظمتين. وطالما الوتر بيربط العضلات بالعظم يبقى لازم نعرف إيه هي العضلات دي. إحنا كنا اتكلمنا قبل كده عن مكونات مفصل الكتف في فيديو ألم مفصل الكتف، ممكن ترجعوا تتفرجوا عليه، لكن مفيش مشكلة إننا نفتكرها تاني. نيجي بقى للعضلات. زي ما قلنا إن إحنا هنتكلم عن 3 عضلات رئيسية. أول مجموعة من العضلات دي اسمها روتيتور كاف أو العضلات الدوارة، واللي ليها دور مهم جدا في استقرار الكتف والحركة بتاعته. أول عضلة فيهم واسمها العضلة فوق الشوكية والمعروفة باسم السوبرا سباينيتس، ودي مسؤولة عن رفع الدراع جانبا. أما العضلة التانية فهي العضلة تحت الشوكية، ودي معروفة باسم الانفرا سباينيتس، ودي مسؤولة عن الدوران الخارجي للكتف. أما العضلة الأخيرة فهي العضلة المعروفة باسم السابسكابولاريس، ودي اسمها عضلة تحت الكتف، ودي مسؤولة عن الدوران الداخلي للكتف. خلينا نقول ايه هو قطع اوتار الكتف. قطع اوتار الكتف معناه ان في قطع او تمزق حصل في واحد او اكتر من الاوتار اللي بتكون الكفه الدواره للكتف. الاوتار دي هي اللي مسؤوله عن تثبيت الكتف وتسهيل حركته. القطع ممكن يكون جزئي او كامل زي ما هنشرح كمان شويه، وبيحصل بسبب اصابه مفاجاه او تاكل تدريجي مع مرور الوقت. هنتكلم عن اسباب قطع اوتار الكتف. القطع ممكن يحصل بسبب عوامل كتير، منها التقدم في العمر وده اكثر الاسباب شيوعا. مع الوقت الاوتار بتفقد مرونتها وبتبقى اكثر عرضه للاصابه، او ممكن يحصل نتيجه الاصابات الرياضيه زي رياضه رفع الاثقال والتنس والسباحه واي رياضه بتحتاج حركه متكرره للكتف، وده بيزود الخطوره بتاعه الاصابه. او ان يحصل حادثه مفاجاه لو وقعت على دراعك وهو ممدود او تعرضت لضربه قويه، ممكن يحصل تمزق حاد في الاوتار ويوصل لدرجة القطع. أو التحميل الزايد على الكتف لو بتشيل حاجات تقيلة بطريقة غلط أو بتعمل حركات متكررة، ده ممكن يسبب تآكل في الأوتار ومع الوقت يؤدي للقطع. الالتهابات المزمنة في الأوتار زي الالتهابات المستمرة بتضعف الأوتار وبتخليها أكثر عرضة للقطع حتى مع الحركات العادية. أنواع قطع الأوتار الدوارة للكتف. إحنا عندنا نوعين من القطع، يا إما يبقى قطع جزئي أو قطع كلي للوتر. القطع الجزئي المعروف باسم البارشيال تير، ده بيكون تمزق في جزء من الوتر، اما الجزء التاني بيكون سليم ولسه متصل بالعظمه، والالم بيكون فيه متوسط لكن بيكون فيه ضعف بسيط في الحركه، وممكن في بعض الحالات ما يبقاش فيه الم خالص. البارشيال تير او القطع الجزئي ده بيكون نوعين، يا اما قطع في الجزء السطحي للوتر او قطع في الجزء العميق للوتر، والجزء التاني بيكون سليم ولسه ماسك في العظمه. اما القطع الكامل ده بيحصل لما الوتر بينفصل تماما عن العظمه، وده بيؤدي الى الم شديد وضعف كبير في الحركه وصعوبه في القيام بالانشطه اليوميه. تعالوا هنا نتكلم عن أنواع القطع طبقا للجزء المقطوع ودرجة ابتعاده عن المنشأ الطبيعي للوتر. قبل ما نشرح الجزئية دي لازم نأكد على إن الوتر الدوار للكتف مكون من جزئين أو طبقتين، طبقة علوية وطبقة سفلية. القطع الكامل هو اللي بيكون الطبقتين فيه انفصلوا بشكل كامل عن منشأ الوتر. أما القطع الجزئي فده بيكون جزء واحد بس أو طبقة واحدة بس من الوتر هي المنفصلة عن منشأ الوتر في العظم، أما الطبقة التانية بالتالي بتكون لسه ماسكة في مكانها في المنشأ الطبيعي للوتر، وده اللي بيحدد نوع القطع ونوع العلاج. إحنا عندنا في 3 أنواع للقطع الكامل. القطع الكامل زي ما اتفقنا إن فيه الجزئين الطبقتين العلوية والسفلية بيكونوا منفصلين تماما عن منشأ الوتر في العظم. فالنوع الأول من القطع الكامل هو اللي فيه الطبقة السفلية بتبقى مرتفعة أكتر من الطبقة العلوية. أما النوع التاني من القطع الكامل فده بيبقى فيه الطبقة العلوية هي اللي مرتفعة أكتر من الطبقة السفلية. أما النوع التالت للقطع الكامل فده بيبقى الطبقتين فيه مرتجعتين بنفس الدرجة. وال3 أنواع دول كلهم بيحتاجوا إصلاح للوتر بواسطة المنظار طبعا والخطاطيف. أما أنواع القطع الجزئي فهم نوعين، يا إما يبقى الجزء الجانبي بس من الوتر هو اللي منفصل والجزء التاني لسه ماسك في منشأ العظم، ولو الجزء المنفصل ده هو الجزء السفلي ولو الدرجة بتاعته أقل من 25% من مساحة الوتر الكلية، ساعتها ممكن نعمل علاج تحفظي وما بيحتاجش أي حاجة خالص، وده بنسبة كبيرة بيكون أكتر مع الرياضيين. أما لو الجزء المقطوع هو الجزء الجانبي العلوي ده طبعا بيحتاج إصلاح، وده بيكون أكتر مع كبار السن. في نوع أخير هو إن القطع بيكون داخل أنسجة الوتر وما فيهوش أي تراجع أو انفصال عن منشأ الوتر في العظم، ساعتها ده ما بيحتاجش أي حاجة خالص غير علاج تحفظي مع شوية علاج طبيعي بسيط بيعملهم المريض وبيرجع كويس إن شاء الله. أعراض قطع الأوتار الدوارة للكتف. الأعراض بتختلف على حسب شدة القطع ودرجة تحمل المريض للألم، لكن معظم المرضى بتشتكي من ألم في الكتف خصوصا أثناء الحركة لما المريض يحاول يرفع دراعه أو يشيل بيه حاجة تقيلة. وفي بعض المرضى بتشتكي من ضعف في الحركة وإن الكتف مش بيتحرك بالصورة الطبيعية. والبعض التاني بيشتكي من طقطقة أو صوت فرقعة أثناء الحركة وبيكون مصحوب بألم.
وفي بعض المرضى بتشتكي من ألم في الكتف أثناء الليل، وطبعا ده بيكون من العلامات السيئة اللي بتدينا خلفية إن المريض ممكن يحتاج فترة أطول للعلاج، أو إن العلاج التحفظي ممكن ما يجيبش معاه نتيجة كويسة. طرق تشخيص قطع الأوتار الدوارة للكتف. التشخيص عادة بيتم عن طريق 4 حاجات. أول حاجة هو الفحص السريري والتاريخ المرضي للمريض، وده الدكتور بيشوف فيه مدى الحركة وقوة العضلات، وبيعمل بعض الفحوصات اللي بتديله خلفية هل في قطع في الأوتار ولا لأ. تاني حاجة هي الأشعة السينية والأشعة العادية، ودي بتساعد على إننا نكتشف هل في أي تشوهات أو زوايد عظمية في المفصل ولا لأ. تالت حاجة هو الرنين المغناطيسي، وده أهم حاجة بنعرف بيها حالة الوتر وهل في قطع ولا لأ، ونوع القطع هل هو كلي ولا جزئي، وده من أكتر الحاجات دقة. رابع حاجة هي الموجات الصوتية، ودي بنستخدمها لرؤية الأوتار أثناء الحركة، وبنقدر نقارن بينها وبين المفصل السليم، وبتتعمل عادة عندنا في العيادة. طرق علاج قطع الأوتار الدوارة للكتف. عندنا نوعين من العلاج، يا إما علاج تحفظي أو علاج بالمنظار. العلاج التحفظي اللي هو غير جراحي ممكن نعمله لو المريض عنده قطع جزئي أقل من 25% من حجم الوتر، خصوصا لو في الجزء السفلي زي ما وضحنا في أنواع قطع الأوتار، ويكون الألم محتمل ومفيش مشكلة في مدى الحركة، وبيكون عبارة عن راحة زي إن المريض يتجنب أي حركة بتسبب الألم، وبرضه بنديله بعض الأدوية المضادة للالتهابات علشان تخفف الألم والتورم. والعلاج الطبيعي اللي فيه بنعمل تمارين بتساعد في تقوية العضلات وتحسين الحركة، وممكن برضه نعمل له بعض أنواع الحقن اللي بتساعد على تقليل الالتهابات. العلاج بواسطة المنظار. بنستخدم المنظار علشان نعمل إصلاح للقطع بتاع الأوتار الدوارة. إصلاح الأوتار الدوارة بواسطة المنظار هي عملية دقيقة بتتم من خلال فتحات صغيرة باستخدام كاميرا وأدوات خاصة، وبنستخدم فيها الخطاطيف لخياطة القطع وإعادة زراعته في المنشأ التشريحي بتاعه. ويفضل إننا نعملها عن طريق تقنية الإصلاح المزدوجة اللي هي الدبل رو تكنيك، وهي من أحدث الطرق الجراحية اللي بتضمن تثبيت قوي للأوتار وبتقلل خطر تكرار حدوث القطع مرة أخرى. التعافي وإعادة التأهيل بعد المنظار الجراحي للكتف. المريض عادة بعد العملية بيقدر يحرك كتفه في أغلب الحالات، خاصة لو استخدمنا تقنية الإصلاح المزدوج اللي هي الدبل رو تكنيك زي ما احنا شرحنا، وبيقدر يرجع للأعمال المكتبية بعد 3 أسابيع. أما الأعمال اليدوية فبيرجع لها بعد 3 شهور، بس لو المريض رياضي وهيحتاج يمارس الرياضة فده بيبقى بعد 6 شهور على الأقل.